إشكالية جديدة صارت على اليوتيوب بين ابن سوريا وبين صخر. مين ابن سوريا ومين صخر؟ تابعوا معي الفيديو للأخير حتى تعرفوا القصة كلها. يا حيف عليك، وليش خطتهم فاشلة؟ وليش انت هيك عم تحكي؟ السلام عليكم اخواتي، فيديو جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد. اذا كنتوا جداد ومن الزوار الجدد اللي عم يدخلوا ويشوفوا قناتي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات. اشكالية جديدة صارت على اليوتيوب بين ابن سوريا وبين صخر. مين ابن سوريا ومين صخر؟ تابعوا معي الفيديو للاخير حتى تعرفوا القصة كلها. تابعوا الفيديو للنهاية، ولأنه جرحني هو والله بكلامه كتير. يعني صار يقول لي إنه فكرة الطفلة الصغيرة فاشلة مو ظابطة. لك الله يلعنه ويلعن كل اليوتيوبر جيل مثله. هيك اشكال بعد ما تصير مليون مشترك بتتغير وبتنقلب 360 درجة. هيك الانسان طلب منك وهيك عمل. هذا اللي بيطلع معك، كل هاد عم تعمله بس لانه بمجرد عمل معك مقلب. يا نفسية انت الله يرحم جدتك يوم اللي كانوا يتفرجوا عليها 5 تفظع، هلا جاي وعم تتمسخر عليه. يا حيف عليك، وليش خطتهم فاشلة؟ وليش انت هيك عم تحكي؟ وبتستاهل كل كلمة حكيتها وسبيتك فيها، لانك انسان خالص يعني بتاتا. عبود شو؟ ابن سوريا طلع معه حق. عم تحكي جد؟ إلك مزاح. كيف يعني ابن سوريا معه حق؟ وكل اللي حكيته بس انت شفت الفيديو من طرف واحد. انا عم اسمع من طرف واحد؟ ليش؟ الانسان شفناه كيف حكى وكيف عمل. ابن سوريا يعني ما في شيء من برات الطريق. طب شوف الفيديو تبعه واحكم يا اخي. لازم نشوف الفيديو كمان. طيب رح نشوف فيديو ابن سوريا وارجع لكم. انا هلا حفرجيكم محادثات، تمام؟ انا لاول مره بضطر اني انشر هيك شيء، لانه هذا الشيء فيه شيء انساني. هذا الشيء فيه انسان معاق يا بشر، معاق، انسان معاق. انت عم تستغلني، عم تجيب لي فيديو لواحد لمخلوق معاق، لمخلوق ذو الاحتياجات الخاصه، لحتى تجي تجيبني على اليوتيوب وتعمل فيني مقلب. يعني وين صفة الانسانيه اليوم؟ الانسانيه وين؟ لك دخيل قلبك انت سكرة، الله يخلي لك الميمة يا رب. ايه كل الحق هداك عم يستغلهم. طريقته فاشلة بالفعل. كل الناس اللي تابعتك وانا كنت منهم، الله وكيلك استنيتك لحتى تنزل فيديو اتأكد انه انت ما عملت هذا الشيء، وانه انت مالك نفسية ابدا حاجة كذب وتمسيح جوخي عبود. احكي الواقع ولا تكن منافق. قبل ما تحكم على الناس لازم تشوف الموضوع من طرفين، من الطرف الاول ومن الطرف الثاني. اول ما نشر فيديو صخر على اساس انه عم يعمل مقلب بابن سوريا على انه طفلة معاقة، هون ابن سوريا طلع وحكى، وكان في شيء مقطوش وكان في شغلات ما طلعت على الفيديو. وطلع صخر بالاخير ويقول انه هذا هو ابن سوريا، وهذا ابن سوريا اللي انتم بتعرفوه، وهذا ابن سوريا اللي انتم اخذينه لكم فخر، وهاد. وبالنهاية لما طلع ابن سوريا ورد، أسكت الجميع. أنا مالي مصلحة لا أوقف مع ابن سوريا ولا حتى أني أوقف مع صخر. أنا لما بشوف الموضوع من واجبي أنا كيوتيوبر إن صح التعبير إني أطلع وأحكي وفرجي الناس رأيي بالموضوع، وهن يا بيأيدوني بهذا الشيء يا ما بيخالفوني بهذا الشيء. أنا اللي صورته بهذا الفيديو كان مقطع تمثيلي، سواء كانوا من متابعين صخر وعطوا نفس ردة هاي الفعل اللي أنا أعطيتها على فيديو صخر، واللي بعد ما نزل ابن سوريا فيديو كمان طلعوا وعطوا نفس ردة الفعل اللي عملتها أنا بفيديو ابن سوريا. الهدف من هذا الفيديو لازم أول ما تصير مشكلة ما بصير نعطي رأينا لحتى نشوف الطرف الثاني ونشوف الفكرة وتوضح الفكرة لنا ونشوف على مين الحق. أنا بأيد ابن سوريا على هذا الموضوع اللي طلع وحكى، وبالدليل اللي أعطاني راح أحط لكم الدليل أنا هذا بآخر الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم واخذتوا منه عبرة، مع انه انا كان برأيي انه ما كان في داعي اني اروح وصور واطلع واحكي، بس هيك خطر على بالي. لا تنسوا تشتركوا بقناتي. كان معكم عبد القادر ابو دان من حلب وابن سوريا كمان. سلامات.